السلام عليكم. ايه رأيكم في الباتيه؟ حاجة كده جميلة، دايما بعملها لولادي، حاجة تحفة يعني. بنحط كوباية من اللبن ومعاها معلقة من اللبن، 5 معالق سكر كبار، ومعلقتين خميرة كبيرة. وبعد كده عندي هنا بيض 2 بيض بالصفار والبياض، والاتنين بيض التانيين هيبقوا صفار بس. يعني 4 بيض، 2 صفار بس و2 صفار وبياض. وانزل بده كله واخلي معايا الدقيق والزبدة للآخر. أبدأ أدعك ده كله في بعضه. اهم حاجة ان ده كله يتداخل في بعضه، كله يتماسك في بعضه كويس. وبعد كده هنزل بالدقيق، 3 كوباية من الدقيق. وبعد كده اعجن كويس. طبعا مش هطول عليكم الفيديو عشان ايه، مدة الفيديو طويلة شوية. ده كده بعد ما عجنته تقريبا من 5 ل7 دقايق. بعد كده انزل بالزبدة واحاول اعجن كويس الزبدة في العجينة كويس، عشان كله يتداخل مع بعضه. بعد كده العجينة لسه بتلزق معايا شوية، لان العجينة بتاعت الباتيه دي بتبقى طرية شوية. ليه بخليها طرية شوية؟ عشان تطلع معايا هشة. وبعد كده احاول احط رشه دقيق واحاول ادعك العجينه دي كويس. احاول ادعكها كويس. على فكره العجينه كلها يا جماعه، كلها قد كف الايد، حته صغيره يعني. ولكن العجينه دي لما تخمر ما شاء الله ما شاء الله تملى طبق كبير يعني. احاول دايما كل ما الاقيها بتلزق معايا رشه دقيق وادعك لغايه لما العجينه تنعم معايا. رشه دقيق وادعك لغايه كده. طبعا بعد ما حطيت الزبده تقريبا كمان حوالي 5 دقايق بعجن فيها. بخبط فيها تقريبا على الرخامه بتاعتي، بحيث لو فيها هواء او فيها حاجه تطلع. وبعد كده احط لها رشه زيت في طبق واخليها تتخمر معايا. شايفين العجينه بالنسبه للطبق حاجه لا تذكر يعني، صغيره جدا. احط رشه زيت، سواء زيت زيتون زي ما انا حطيت او زيت عادي، واسيبها تخمر براحتها. شايفين بالنسبه للطبق حجمها صغير جدا بس بالنسبه للطبق. لكن لما تخمر ان شاء الله هتملى الطبق ده كله. شايفين في الطبق عامله ازاي؟ حجمها صغير. ده شكلها بعد ما خمرت ما شاء الله عليها. هي لازم تبقى كده العجينه دي يا جماعه، بتبقى هشه زياده عن اللازم وخفيفه زياده عن اللازم. وده كان شكلها النهائي طبعا بعد ما خمرت. طبعا دلوقتي هبدا اشكلها عشان اطلع منها الباتيه اللي حضراتكم شفتوه من شويه. افتح العجينه، اشتغل الاسترتش بتاعي من على الطبق عشان ابدا اجهز العجينه بتاعتي، وابدا افرد في العجينه بتاعتي اللي انا هعملها باتيه. شايفين شكلها بعد ما خمرت؟ يا دوبك همسكها كده واسيبها، خلاص كل الهواء طلع منها تاني. كده هبدأ أشكل في العجينة بتاعتي، أخدها يمين أخدها شمال، أشكل فيها أطلع كل الهواء اللي فيها تاني. لأن بعد شوية هبدأ بعد ما أشكلها وأعملها باتيه، هبدأ تاني أحطها في مكان وأحط عليها ستريتش تاني وأخليها تتخمر من تاني. التخمير ده كله دي أهم نقط بقى يا جماعة، اللي هي بعد ما تطلع معانا العجينة كده وتتخمر إن أنا أعمل فيها إيه، أسيبها تخمر تاني. وده كان شكلها النهائي. أحاول أفردها فردة دائرية كده، المستوى بتاعها تقريبا يكون علوي سنتي، يعني ما تبقاش أتخن من سنتي. وبعد كده اقطعها ل8 اجزاء كاني بقطع بيتزايه، والفها من الكبير للصغيره. اجي من الجنب الكبير والف لغايه الجنب الصغير. وبعد كده اجيب طاسه واحط عليها ورق زبده، واقوم جاي ايه، احط عليها الحاجه بتاعتي. ودي كان شكلها انها بعد ما خمري يعني. انا جايب بخاخه وحاطط في البخاخه بيضه وعليها معلقه لبن، وقلبتهم في بعض كويس وبخيت على الباتيه. ما رضيتش ان انا اعمل عليه البيض بالفرشه عشان تاني ما يسقطش، النفخه اللي نفخها ما يسقطش معايا. بخ من بعيد كده افضل يعني. وبعد كده اللي عايز يحط بقى حب البركه او اي حاجه هو براحته، او سمسم، كل واحد حر. اللي مش حابب يحط ده حاجه اختياري مش اجباري يعني. ولكن انا حبيت اشارككم شكلها قبل ما تنزل الزيت. وما تقوليش يا جماعه ان العجينه ما تنزل الزيت تبقى شاربه زيت لا لا لا، مفيش الكلام ده. ده كان شكلها النهائي بقى طبعا بعد ما طلع من الزيت حاجه خفيفه خفيفه قطن من جوه. انا عاملها طبعا من غير شوكولاته، لكن في واحده منهم عملت فيها فتحه كده وقلت احط فيها شوكولاته عشان اجرب الطعم وعشان اشارككم معاها. عشان اشارككم الشوكولاته في الباتيه والباتيه من غير شوكولاته، وتشوفوا الشكل ما بين ده وده والفرق ما بين ده وده. ان شاء الله جميله سواء بالشوكولاته او من غير شوكولاته. ولكن الصراحه بالشوكولاته اطعم شويه. لكن هي من غير شوكولاته جميله لانها طعمها مسكر سنه بسيطه، وفي نفس الوقت معموله بالزبده، وفي نفس الوقت هشه جدا. فطلع طعمها احلى يعني. مش اكنكم بتاكلوا قرص طبعا ولا عيش. لا اكيد دي حاجه مختلفه تماما يعني، وحاجه جميله جدا جدا يعني. دي طبعا كان شكلها النهائي. طبعا هجربها معاكم، واحده بالشوكولاته واحده من غير شوكولاته، ونشوف الشكل عامل ازاي من جوه. وهل من جوه طالعه هشه زي ما انا بقول، ولا العجينه طالعه مش مظبوطه؟ ده اللي هنشوفه. ولكن هتوضح معانا اكتر في الباتيه اللي من غير شوكولاته. هيوضح معانا اكتر من اللي بشوكولاته، لان الشوكولاته طبعا في الداخل، فيعني مداريه الشكل شويه عن الايه العجينه، وعن قد ايه هي نافشه من جوه.
شايفين ما شاء الله عليها عامله ازاي؟ على فكره العجينه دي لو مش خمرانه كويس وواخده حقها تتك عليها كده ما تطلعلكش تاني، خلاص كل سنه وانت طيب، لانها تبقى عامله زي جامده يعني. دي طبعا انا حبيت اشارككم فيها من غير شوكولاته. شايفين عامله ازاي من جوه، رغم ان هي كلها كانت حاجه بعد ما لفتها كانت تقريبا رفع، اقول لكم ايه، رفع القلم تقريبا، القلم اللي الواحد بيكتب بيه، او يعني حاجه بسيطه خالص يعني، حاجه لا تذكر والله. تقريبا كانت ربع السجق بالظبط بالظبط. شايفين شكلها عامل ازاي وهشه ازاي؟ طعمها تحفه، والله طعمها تحفه.